انا بالله اقول بالله انا عاوز لي ولد شعره اصفر وعينه خضر. دي ربنا اراد بكده. الثلاثه سبحان الله ربنا اراد بيهم يطلعوا كده. انا احترم والله انا لا اسيت لحد ولا اذيت لحد ولا اي حاجه. يا الله يا الله يا الله. ليه كده يا محمد؟ عيب فيه؟ عيب فيه يا محمد؟ في حاجة حصلت يا محمد؟ لا مفيش. مالك طيب ليه بتبكي؟ أعوذ بالله من الشيطان. صعبان على نفسي بس. ليه يا محمد؟ خلاص خلاص عضلة تتعب ليه كده طيب؟ أنت زعلت من حاجة كنت بتزعج من شوية؟ لا خلاص بذمتك عيب فيك في لا صعبان على نفسي بس. والله العظيم اقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الناس اللي راحت تتريق على الراجل ده ما سمعتش الحديث اللي بيقول ان الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيلقى بها في نار جهنم. ما تسيب الناس في حالها يا عم، هو حر يا عم. غلط مش غلط، خلف ما خلفش، اتجوز ما اتجوزش، انت مالك؟ مش عشان خاطر انت قاعد على السوشيال ميديا معاك موبايل من حقك تكتب اي حاجة لاي حد. يا عم ما عجبكش الراجل وما عجبكش شكله وما عجبك خلاص يا عم فوت البوست يا عم. لكن تروح تكتب له كلام يعني تخلي الراجل عنده 40 سنة ولا 42 سنة يبكي بالشكل ده. والله العظيم انا الفيديو ده قفل لي اليوم حرفيا، خلاني مش عارف اقوم اسجل اي فيديو تاني. قفل لي اليوم النهارده، ضيق صدري وحطيت نفسي مكانه. يعني كلام عشان تعرفوا كلام الناس على السوشيال ميديا بيبقى تأثيره على البني ادم عامل ازاي. ده واحد طلع واتكلم من تنمر الناس عليه وطلع يبكي قدام. انت متخيل الموضوع يعني يخليك تطلع قدام الكاميرا تبكي؟ والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم الواحد ما مسامح اي حد قال كلمه وحشه للراجل ده.